لازم مش معين بدور عليه مش تقريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين يلي في بيوتكم منورين؟ صلوا على النبي يا جماعة قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هتكلمين عن ايه يا ماما امان؟ هنتكلم عن الحاجات الجميلة اللي موجودة دلوقتي في مصر عندنا. عايزة أقول لكم إن شاء الله طبعا كلنا مش مصر بس أغلب البلاد بتحب الورق العنب اللي بيتقال عليه ملفوف تقريبا أو دوالي في فلسطين. فتعالوا بقى يا حبايب قلبي نتعرف على الورق العنب الكويس. طبعا الورق الكويس اللي هي زي دي. بصي يا حبايب قلبي لما تيجي تشتريها بصي الورقه بتعملها كده بصي تلاقيها ما اتكسرتش. دي الورق العنب النظيفه اللي هي الطريه الحلوه دي اللي هي بتاعه التخزين. حتى شوفي اللمعه بتاعتها جميله ازاي. تعالوا بقى في بعض الورقه اغلب السوق دلوقتي، بس انا شايفه ده احلى حاجه في السوق النهارده. في ورق بقى للاسف بتبقى الورقه بتاعتها مغمقه زي دي، بنمسكها كده شفتي بتخبط يعني وانت بتشتري ما تتكسفيش. اعملي كده بتيجي تفرديها بصي بتتكسر. دي الورقه اللي هي الخشنه دي لما تخزنيها بتبقى مش حلوه وبتجلد معاكي في التخزين. تعالوا بقى نشوف. وعندنا السبانخ بردك ممكن بردك عشان في نهايه موسم السبانخ وكده، والباميه لسه بشاير وبسم الله ما شاء الله. عندنا الملوخيه بردك. على فكره الملوخيه دي احنا عملنا تخزينها يا جماعه، ما عدناش بنخرطها. ازيك يا حاجه عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. بنخزنها طبعا بنحطها في ميه مغليه بحبه سكر صغيرين، معلقه سكر تقريبا. بعد الميه ما تغلي بتدفع عليها وتحطي الورق، وبعد ما تحطيه تعملوا له صدمه وان شاء الله بتضربيه في كبه في خلاط زي ما بتحبي ونكيسه مع بعضنا. شفتم الورق اهو ب30 على فكره. الورق هو تقريبا مش هيرخص عن كده. هنخزن بقى وخلاص قبل ما ينشف، لان انتوا لو استنيتم بعد كده شفتوا الديك الجميل. لو استنينا بعد كده يا جماعه الورق مش هيبقى كويس وهينشف اكتر من كده. فيستحسن التخزين. وبسم الله ما شاء الله طبعا الفلفل بسم الله ما شاء الله رخص اهون. الفلفل هنجيب بردك فلفل عند عاطف. بسم الله. بتنزل ايه يا عاطف؟ ارخص سعر في السوق اهو. بص ما شاء الله حضرتك اهوت. خلينا بس اهم حاجه ما تيجي تقبضوها بديني معاك. مش مهم القبض، المهم نفيد الناس اهم حاجه. على فكره ده شاب مكافح اللي انتوا شايفينه ده بسم الله ما شاء الله. معاه بكالوريوس، معاه ليسانس حقوق، صح يا عاطف؟ متعلم على فكره، بس هو بيجتهد وانسان محترم. يعني بنجيب نعم ما شاء الله. دول الشباب ما شاء الله المحترم اللي احنا بنحب نشتري منه. شوفوا البدنجان الفلفل هنجيب بردك فلفل ان شاء الله، وهنجيب بعض المشتريات. بحبيت اوريكم بردك شبابنا المكافحين. وبسم الله ما شاء الله الملوخيه اهي ب8 جنيه. بصوا بردك اما تيجي تحب تجيب الملوخيه بصي تبصي في الورقه بتاعتها. بصي يا حبيبه قلبي ما تجيبيش اللي هي ورقتها مخرمه، جيب اللي هي ورقتها زي ده. عايزه افتحها لكم عشان انا بصور لوحدي زي ما انتم شايفين. نعم القوطه ب5 جنيه. ما هي النهارده رخصت ما شاء الله. انت عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب، ربنا يصلح حالكم كلكم. الليمون بقى خليه مع نفسه كده. عامل بكام الليمون؟ الليمون بكام بقى؟ لا حبيبتي، لا انا عارفه ان انت ما شاء الله متابعاني عمري ما اجيلك. احنا متابعين قناه اهل العين. فالحمد لله حبيت اعمل لكم جوله بردك جميله كده نستفاد منها. على فكره بردك الفلفل الالوان ده بردك قرب يعني يقل شويه. قرب يقل شويه. عامل ايه الفلفل الالوان ده بكام؟
13 جنيه. والله دي يعتبر حلو برضك يا جماعه، اللي في السعر. ممكن ده بتجيبيه وتغسليه وتقطعيه مكعبات سلايند كده، زي ما انت عايزه، القطعيه اللي انت عايزاه. وبعد ما تغسليه تصفيه كويس في مصفى وتعمليه تحطيه في الفريزر في اطباق فويل صغيره كده على قد الوجبات، بيبقى موجود عندك. والبطاطس هي ما شاء الله ممكن برضك طريقه تخزينها يا حبايب قلبي. انا بخزنها دي اللي هي نقطتها حمراء. بصوا هي قربت على فكره، بدل الباميه طلعت. تعرفي ان البطاطس ابتدت تروح. شفتم دي بقى لما بتخزنيها بتلفيها في ورق جورنان، كل واحده في ورقه جورنان او مجموعه كده، وتحطي ورق جورنان وفي كرتونه وتقفلي عليها. ليه؟ لان البطاطس ما بتحب زي الثوم ما بتحبش الهواء. تعالوا بردك نيجي للبصل. البصل دلوقتي تقريبا ب 12 ونص حاجه زي كده، 2 ب 25 بصل السنه دي، الله ينور عليه. اما بتيجي تشتري البصل يا حبيبه قلبي، جيبي البصله. الباشمهندس حامد زوج اختي رحمه الله عليه كان دايما يقول لنا لما تيجوا تجيبوا البصل تجيبوا المبططه المقفوله من هنا، دي اللي هي الناشفه دي، بسم الله ما شاء الله هي الجميله. ما تجيبيش بقى البصلايه اللي زي دي يا حبايب قلبي. للاسف بعض بناتي بتتخدع ما بتعرفش تشتري، والشباب برضك عامل ايه، بعض بيشتروا اللي هي زي دي. لا، لما نيجي نشتري يا حبايب قلبي نشتري اللي هي زي دي بتعيش معاكي، دي بتعيش اللي هي دي بتعيش معاكي اكتر. ولما تيجي تنقي يا حبيبه قلبي برضك هعرفك، لما تيجي تنقي البصلايه اهم حاجه هنا بصي، دي بتغرس ايدك كده يبقى ما تجيبهاش. لا، يبقى نشوف واحده تانية. دي الحلقه دي تعليميه لبناتي اللي هم ما بيعرفوش يشتروا، وهم بقى شوفوا الفلاحات بقى الجميلات، الله ينور عليهم. وده برضك محل هون بحب اشتري منه، اسعاره حلوه. ده شاب برضك متعلم اللي لابس الجلابيه ده، هو ده صاحب المحل. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ اسعارك ايه النهارده؟ اسعارك ايه؟ سبحان الله، صورت معاك كذا مره وما نزلتهوش. ده الفلفل بكام؟ 5 جنيه. والله سعره جميل، ربنا يعينك يا محمد. البدنجان ب 4 جنيه. البدنجان ايه بقى اللي ب4؟ حدد. اللي هو ده البدنجان ده بردك ب4 جنيه يا حبايب قلب. بردك هعلمكم حاجه، انا بقول لكم على فكره مش هجيبك انت يا حبيبه قلبي، رغم انك منتقبه زي، بس ما ينفعش ولا اي حاجه. بصوا يا حبايب قلبي، لما نجيب بردك البدنجان انا بعرف بناتي. طبعا انتوا عارفين ان انا معايا بنتين ومعايا 4000 او اكتر حبايبي، طبعا من ضمنهم بناتي وحبايب قلبي، هم عارفين نفسهم من غير ذكر اسماء عشان ما ننساش حد. بعلمهم برضك بناتي ما بيعرفوش يشتروا. يا حبيبه قلبي لما تيجي تشتري البدنجان اللي هو بتاع المسقعه، اولا بتشتري اول حاجه ما تجيبيش اللي زي دي. بصي دي تقيله وحتى مش سمره قوي، وساعات بتبقى سمره وتلاقيها تقيله. دي بتبقى مش حلوه، دي بتبقى زي ما بيقولوا مبزره، دي بتبقى ممرره. طيب يا ماما امان نشتري ايه؟ نشتري اللي زي دي الخفيفه. بصي يا حبيبه قلبي خفيفه ازاي اهو، اللهم بارك اهو، خفيفه. بصي رغم ان دي مش سمره قوي، بس تلاقيها خفيفه من غير ما تحطي ايدك كده وكده، من ما شاء الله خفيفه وطريه في نفس الوقت. اهو بصي يا حبايب قلبي دي اللي بنعملها. طيب يا ماما امان لما نيجي نعمل مسقعه بردك معلومه على السريع، بصي يا حبيبه قلبي بالطول زي ما عملت حلقه قبل كده عشان ما يشربش زيت. واللهم بارك، خير مصر كتير. الباميه طلعت. الباميه بكام يا محمد؟ 25. والله نزلت هي كانت ب50 جنيه ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي يا حلوين، وان شاء الله الجوله تعجبكم. وبردك قدامنا الكرنب هناك اهو. الكرنب ده يا حبايب قلبي اقول لكم على السريع كده قبل ما اقفل الفيديو، الكرنب ده اللهم بارك ده بردك بيبقى حلو في التخزين. الناس اللي هم عشاق الكرنب يجيبهم ويلحقوا بردك ايه، يعملوا لهم وجبه وجبتين كده. والفلفل الاحمر دون بردك بيبقى جميل في الايه، في الايه، في كل حاجه. ممكن نعمله كده نصلصله يتحط على القوطه على الاكل، بيدي طعم حلو وجميل. وان شاء الله يا حبايب قلبي
وده الراجل بقى بتاع التموين اللي انا هجيب منه التموين النهارده، عشان احنا لسه ما جبناش التموين بتاعنا. طبعا في مصر مش عارفين يعني ايه التموين، هقول لكم بعد كده. وان شاء الله ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.